لو في بيتكم واحدة حامل وفي ست كبيرة بتعمل لها كركديه وتقول لها اشربي ده طبيعي، ابعت لها الفيديو ده وقول لها هيئة الدواء المصرية بتقول لك مش مستحسن في الحمل. واحدة كتبت لي في كومنت على الفيديو اللي فات ان هي كان عندها تسمم حمل وضغطها بيعلى وبتاخد دواء ضغط، تشرب كركديه ولا لا؟ والاقي حد مثلا يقول لي يا عم ما تشرب، يعني ايه قالت مش مستحسن في الحمل؟ ما انا امي وستي شربوا كركديه واديهم زي الفل، هم ما فيهمش حاجه. ماشي، ما انا ما قلتش ان هو سم، ما قلتش ده حاجه غلط. انا بس بقول في فرق بين حاجه لم يتم الدراسه عليها، احنا ما نعرفش اصلا هي وحشه ولا لا، وفي حاجه درسناها وقلنا ان هي وحشه. الكركديه لم يتم الدراسه عليها، ده حاجه احنا ما عندناش معلومات عنها. ومش احنا وبس، كهيئه دواء مصريه بتقول كده. عندك الامريكان مثلا، المواقع بتاعت الادويه والحمل والرضاعه بتقول ان مفيش ولا دراسه اتعملت على تاثير الكركديه في الحمل والرضاعه. clinicaltrials.gov ده اكبر موقع فيه سجل تجارب اكلينيكيه في العالم. بيقول ان الدراسه الوحيده اللي اتعملت على الحوامل والكركديه كان فيها 10 ستات، 10. وعلى الحيوانات الدراسة اللي اتعملت على الفئران كان فيها شوية حاجات، يعني ما فيش أي دراسة اتعملت على البني آدمين بتقول يا جماعة كركديه آمن أو كركديه مضر في الحمل. إحنا ما عندناش معلومات، فهل نروح لحاجة ما عندناش ناحيتها معلومات؟ والله دي بقى اللي يقررها دكتور النساء. يعني لو ست حامل وعندها مشكلة تسمم حمل، ضغطها بيعلى، بتاخد أدوية ضغط. احنا زي ما اتفقنا قبل كده كركديه أصلا بيوطي الضغط، غير ان هو مش مدروس، مش عارفين بينزل في لبن الام بيروح للجنين ايه اللي بيحصل. حاجه احنا ما عندناش علم فيها. فطبيعي مش معناه امن، لازم نبقى فاكرين كده. ابعت الفيديو بقى للست اللي بتعمل كركديه في بيتكو وقول لها اسمعي الكلام ده من هيئه الدواء المصريه، مش منك انت. يلا سلام.